السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيلمنا النهاردة عن الكريسماس وعن بابا نويل الشرير اللي بيقتل الناس اللي ما بيصدقوش إن هو حقيقي. فيلمنا بيبدأ مع مجموعة من الناس واقفين في محل وبيتخانقوا عن الحاجات اللي عليها تخفيضات وعروض وعمالين يكسروا في الحاجة. أبطال فيلمنا بيكونوا ماكس وأخته بيس وأبوه وأمه توم وسارة والجدة أومي. بنلاحظ بعد كده إن البيت كله مش مؤمن بوجود سانتا ما عدا ماكس. ماكس بيبقى عايز يتجمع مع عيلته ويقعدوا يتفرجوا على فيلم أو يفتحوا علب الهدايا، ولكن كل واحد بيبقى مشغول بحاجة. بس الجدة بتيجي وبتحاول تفك عنه وبتقول له تعالى نكتب رسالة لسانتا. بعد شوية جرس الباب بيرن وبتطلع ليندا أخت سارة هي وجوزها هوارد وعيالهم جايين يزوروهم، وبعدين بيقعدوا عشان ياكلوا. بيبان على ماكس ان هو مش مرتاح لاولاد خالته. بعدين بنعرف السبب لما بيبداوا يتنمروا عليه وبيقولوا له مفيش حاجه اسمها سانتا، وكمان بيطلعوا رسالته اللي كان كاتبها لسانتا ويقعدوا يقروها ويضحكوا عليه، واللي بيخلي ماكس يتعصب ويقوم يمسك فيهم وبيقعد يزعق بصوت عالي ويقول ان هو بيكره عيلته ويخش اوضته. وهو بيقرا رسالته لسانتا تاني عشان يكمل كتابتها، ابوه بيخش عليه وبيحاول يطيب بخاطره وبيقول له معلش انا عارف ان هم رخمين بس هم قرايبك. ولكن طبعا ده بيعصب ماكس اكتر وبيقوم يقطع الجواب اللي كان كاتبه لسانتا ويبعتره في الهواء. وبعد شويه بنلاحظ ان الكهرباء اتقطعت عن المنطقه كلها لحد تاني يوم بتفضل قطعه. وكمان بنلاحظ ان العاصفه الثلجيه بدات تشتد. تاني يوم الصبح بيلاقوا كيس احمر كبير قدام باب الشقه، ما بيبقوش عارفين مين اللي بعته. وطبعا كلنا عارفين ان الفيلم ما يبقاش رعب لو ما فيهوش حد غبي، فبيس بتقرر ان هي تروح تزور صاحبها اللي ساكن جنبهم. وهي ماشيه بتلاحظ ان العاصفه الثلجيه عماله تشتد، وبنشوف خيال بيجري وراها وعمال يطاردها، فبتستخبى تحت عربيه عشان تهرب منه، لكن الخيال ده بيطلع وبيقتلها. وبنرجع للبيت تاني وتوم وساره بيبقوا قاعدين قلقانين على بنتهم اللي ما رجعتش لحد دلوقتي. وتوم بيقرر ياخد هوارد ويروحوا يدوروا عليها. هوارد بيوافق لكن الجده بتبقى معترضه على كده، وطبعا بينفضوا لها وبينزلوا برضه. ولما بيوصلوا عند بيت صاحب بيس بيلاقوا شاحنه كبيره مركونه بره، وابواب الشاحنه بتبقى مخلعه كأن في حد هجم عليها. ولما بيدخلوا البيت بيتفاجئوا عشان بيلاقوه مكسر، وكمان بيلاقوا المدخنه عامله زي ما تكون مقسومه نصين كده كأن حد نزل منها. وكمان بيلاقوا اثار اقدام بتاكد لهم نظريتهم، فبيرجعوا جري على العربيه بتاعتهم. والوحش اللي قتل بيس بيهاجم هوارد، لكن توم بيضرب عليه نار وبيخليه يسيبه ويمشي. بعد ما بيرجعوا لعربيتهم بيلاقوها محروقه ومتدمره، فبياخدوها ماشي لحد البيت. واول ما بيوصلوا البيت توم بيبدا يعالج جروح هوارد. بعدين بيجمعوا العيله في المطبخ وبيبداوا يكلموهم عن اللي حصل. ولما الجده بتسمع اللي حصل بتقول لتوم اوعى تخلي النار تنطفي. وبعد نقاش طويل بيتفقوا ان هم هيسدوا البيبان والشبابيك ويناموا كلهم، لكن في حد هيفضل صاحي عشان يخلي النار والعه. وهوارد وتوم بيتفقوا ان هم يتناوبوا على الحوار ده، وبتكون مناوبه هوارد اللي في الاول، لكن طبعا هوارد بتروح عليه نومه ونار المدخنه بتنطفي. وبعد كده بينزل حبل من المدخنه مربوط فيه حاجه حلوه وبيبدا يعمل صوت، واللي بيخلي هاوي يقرب من المدخنه. واول ما بيقرب منها الحاجه حلوه دي بتبقى كائن حي وبتربطه وبتشده لفوق. العيله كلها بتصحى على الصوت ده وبتحاول تنقذ هاوي بسرعه، ولكن بلا جدوى. واثناء ما كانوا منشغلين في محاوله انقاذ هاوي النار بتولع في الشجره بتاعت الكريسماس اللي عندهم لوحدها، واللي بيخلي ماكس يجري بسرعه بالطفايه ويطفيها. وبعدين الجده بتبدا تشرح لهم ان الكائن ده مخلوق شيطاني قديم اسمه كرامبوس، بيظهر ويقتل الناس اللي بتخسر روح الكريسماس. وبتبدا تحكي لهم ان وهي صغيره كان في حرب في اوروبا، وفي الاثناء دي طبعا الناس خسرت روح الكريسماس، وهي كانت متضايقه جدا واتمنت ان اهلها يموتوا. وللاسف امنيتها اتحققت وفعلا كرامبوس طلع. وعلى عكس بابا نويل كرامبوس بيجي عشان يقتل الناس، وفعلا جه وسحب كل عيلتها للعالم السفلي وساب لها جرس تفتكروا بيه. وبعد ما بتحكي لهم القصه العيله بتبدا ترتبك، خصوصا هوارد اللي ما بيبقاش مصدق الحكايه اصلا وبيقول لهم خليكم انتوا قاعدين انا نازل ادور على بيس وهاوي. لكن اول ما بيفتح باب الشقه بيلاقي رجال التلج عاملين يتنططوا وفي وحوش تانية، فبيقفل الباب وبيقول لهم انا اسف. وبعدين توم بيحط خطه ان هم يروحوا ياخدوا الشاحنه المهجوره ويمشوا بيها من المنطقه. وبنلاحظ ان صناديق الهدايا الغريبه بدات تتحرك لوحدها. وفي الوقت ده ماكس كان قاعد بيراقب الشباك وبيلمح كرامبوس. بعدين بنشوف ستيفي وجوردن رايحين الحمام وبيسمعوا صوت بيس جاي من فوق السطح، فبيطلعوا يشوفوا فيه ايه. لكن بعد ثواني بيبداوا يصرخوا والاهالي بيسمعوا صوتهم من تحت ويطلعوا يشوفوا فيه ايه. اول ما بيوصلوا السطح بيلاقوا المهرج بياكل جوردن، فبيتعصبوا وبيبداوا يتخانقوا مع المهرج، لكن بيهرب منهم في انابيب التهويه. ولحسن حظهم المهرج ما بيكونش لسه كل ستيفي. وجوه البيت هوارد بيسمع صوت جاي من ناحيه المطبخ، بيروح يشوف فيه ايه بيلاقي رجال الحلوى بيضربوا عليه مسامير بمسدس المسامير، فبيستخبى بسرعه ورا خشبه وبيولع فيهم بالنار. وهما بيتحرقوا الكلب بتاعه بيجي وبياكلهم. وبعد ما بيتجمعوا مع بعض بيحذروا بعض وبيقولوا خلي بالكم عشان المهرج هرب في انابيب التهويه. ماكس بتجيله فكره عبيطه ان هو يبعت الكلب في انابيب التهويه عشان يدور على المهرج، وفعلا الكلب بيلاقيه لكن المهرج بياكله وبيقع
جوه البيت عندهم، فبياخدوا المسدسات بتاعتهم ويبداوا يضربوا نار على المهرج ويخلصوا عليه هو وبقيه الوحوش. لكن طبعا دي كانت مجرد اللعبه الصغيره، الوحوش الحقيقيه بتنط من الشباك بقياده كرامبوس، وكرامبوس بياخد دورسي وكريسي. طبعا هوارد بيتعصب وبيتشعلق في ظهر كرامبوس قبل ما ينط بيه من الشباك، وكرامبوس بيبدا يعمل صوت زئير وبيتضح لنا ان دي اشاره عشان بقيه الوحوش تسيب البيت وتمشي. توم بيقول لهم ان دي احسن فرصه يلحقوا يهربوا فيها والوحش كرامبوس مشغول. الجده بتضحي وبتستنى هي في البيت عشان تعطل كرامبوس، وفعلا بيخش من المدخنه، واول ما بيشوفها بيطلع الوحوش بتاعته وبياكلوها. وهم بيجروا الوحوش بتمسكهم، فتوم بيضطر يضحي بنفسه عشان هم يجروا، لكن للاسف الوحوش بتاكله وبتاكل ليندا وبتاكل ساره كمان. ماكس وستيفي بيجروا على الشاحنه المهجوره وبيحاولوا يشغلوها، لكن قبل ما يلحقوا يشغلوها الوحوش بتهجم عليهم وبتاخد ستيفي وتمشي. وبعدها كرامبوس بيظهر لماكس وبيديله نفس الجرس اللي هو اداه لجدته قبل كده، وبيبان ان الرساله بتاعت ماكس اللي هو قطعها في اول الفيلم هي السبب في استدعاء كرامبوس عشان فقد روح الكريسماس. ماكس بيطلع يجري ورا كرامبوس وبيحدفه بالجرس وبيقول له يا عم اعتبرني ما اتمنيتش. كرامبوس بيقول له انت عبيط يا ابني، وبيفتح معبر العالم السفلي وبيبدا يرمي ستيفي فيه، لكن ماكس بيحاول يوقفه وبيقول له خدني انا مكان ستيفي. كرامبوس بيقول له مفيش حاجه اسمها كده وبيرميها. ماكس بيبدا يعيط ويعتذر عن ان هو خسر روح الكريسماس، وكرامبوس بيقول له انا اتقبلت اسفك. بيقول له بجد، بيقوم كرامبوس راميه في العالم السفلي. وتاني يوم ماكس بيصحى في اوضته بيطلع يبص من الشباك بيلاقيه يوم الكريسماس، فبيروح بسرعه يلاقي عيلته عمالين يتكلموا وعمالين يضحكوا ويهزروا، وبيروح يفتح علب الهدايا لكن بيتفاجئ وبيلاقي الجرس جوه اول علبه. الاهل بيبداوا يبصوا على الجرس كده وبترجع لهم ذكرياتهم واحده واحده، وبيبداوا يفتكروا كل اللي حصل معاهم. وبعدها الكاميرا بتبدا تبعد وبنلاحظ ان هم محبوسين جوه كره ثلجيه، هم وكل العائلات اللي كرامبوس قبض عليهم قبل كده. وبيخلص الفيلم على كده. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتقولوا لنا رايكم تحت في التعليقات. كان معكم احمد مدحت.